زهقتي من الأكل التقليدي ونفسك تعملي أكلة جديدة وكمان حلوة وخفيفة وما توقفكيش في المطبخ كتير. أنا هبة إبراهيم، بنعمل وصفات سهلة جدا وبسيطة. ولو عجبك فيديوهاتنا لايك وشير، وما تنسيش تتابعينا على صفحة الفيسبوك وعلى اليوتيوب وعلى التيك توك. عندنا أي كمية من البانيه غسلينهم كويس جدا بالمواد العطرية ومنشفينهم كويس جدا، لأن المية اللي بتبقى في البانيه هي دي سر الزفارة اللي بتبقى موجودة في اللحوم بتاعتنا. غسلناهم كويس ونشفناهم وبدأت ان انا اقطعهم مكعبات بالشكل ده. خلصنا كل الكمية. تمام، جبنا بقى عندنا الخضار بتاعنا، هاتي بقى بلانشة، عندنا بقدونس وبصلتين وعندي فلفل احمر، بس كده قطعيهم مكعبات. انا بقطع كل الخضار علشان تبقى خفيفة على الكبة بتاعتك وما تبصش معاكي. حطيهم في الكبة كده، وحطينا بقى خلطة الكفتة الخطيرة اللي هتوديها في حتة تانية. ايوه، انا هعمل كفتة بس بطريقة مختلفة تماما. ومعلقة من البهارات المشاوي، وعندنا كوباية من الفيجيتار. فرمناها كويس جدا. حطي بقى معلقة صغيرة من الزيت عشان لما تشكليها ما تلزقش في ايدك. اي تشكيل انت عايزة تعمليها على سيخ، عايزة تعملي الشكل البسيط ده كده وتعملي التجزيعات بظهر السكينة. الشكل ده حلو قوي وسهل وبسيط. بتاخدي كده جزء من الكفتة وابدأ اشكله بظهر السكينة، بتعملي له تجزيعات. خلصي كل الكمية بالشكل ده. اقدر افرزها يا هبة في الفريزر؟ ايوه طبعا تقدري تفرزيها بشكل اي انت عايزاه، صوابع، كور، بالشكل اللي انا هوريهولك كده دلوقتي بالظبط. بعد كده ان اول تحطيهم على نار متوسطة، يعني لازم تكون الجريلا سخنت معاكي تاخد لون ذهبي. شوفي لونها بقى خطير ازاي. شوية بقدونس بقى، وعندنا بصل مقطعينه جوليان وسماق، وحطيهم كده. عملنا بقى صوص خطير عبارة عن مايونيز وكاتشب ومستردة، وبألف هنا. اعملي بقى سندوتشات في الحر ده بقى من غير بقى طبيخ ولا اي حاجة. بجد طعمها كان تحفة جدا. جربوها هتعجبكم قوي. وهنعمل كمان صوص خطير جدا أول مرة تشوفيه عندي في قناتي. هاتي بقى صينية وفيها ورقة زبدة، أي بقى بتنجان عندك، بتنجان رومي، فلفل أحمر، 4 فصوص من الثوم، عندي طماطماية. بدأت حطيتهم في الفرن وشويتهم من غير بقى ما تبهدلي الدنيا كده ولا تبهدلي البوتاجاز بتاعك، بطريقة سهلة وبسيطة. وابدأي كده قشريها، شوفي بتتخلى معاكي بكل سهولة كأنك بتقشري موزة. خلصت كل الكمية بالشكل ده. وبدأت ان انا برضو اشيل القشرة بتاعت الطماطماية، وحطيت بقى ال4 فصوص توم، وبدأت ان انا اهرسهم بالسكينة. طبعا احنا ماشيين بالفولترين، فحطيتهم بقى في الكبة. ومعلقتين كده كبار من الطحينة، وعندنا معلقة من بهارات البطاطس، ونص ليمونة. بس كده احلى صوص مشويات هتاكليه. جربوه هيعجبكم قوي. يا رب تكون وصفاتنا النهاردة عجبتكم وتكون سهلة وبسيطة وكمان جديدة. عايزة اقول لكم كمان مناسبة لعشاق الدايت والاكل الصحي واللي بيعشقوا المشاوي. ولو عجبتكم وصفاتنا ما تنسوش تدوسوا لايك وشير. اشوفكم في وصفات جاية كتير مع هبة ابراهيم. باي باي.